السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة آخر الأسبوع من طبعة جديدة. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها في 3 مارس القادم، تبدو النقابة محاصرة بحزمة من الأسئلة، جلها يتعلق بموقفها من السلطة الحالية واعتداءاتها المتكررة على الصحافة والصحفيين. هذه الاعتداءات التي بلغت ذروتها في اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة نفسها في مايو 2016، وكذلك اختطاف صحفيين من مقر النقابة بوسط القاهرة، الأمر الذي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل حُكم النقيب يحيى قلاش وحُكم عليه بالسجن والغرامة مع عضوين آخرين بالمجلس. كيف يبدو حال النقابة الآن؟ وهل كانت في زمن مبارك ومرسي أقوى منها الآن في زمن السيسي؟ وهل بات الصحفي مطاردا كالآلاف المتهمين بالإرهاب؟ وما دور النقابة في حماية تقاليد الصحافة ولغة المهنة في ظل ما يجمع المراقبون على أنه ترد في أداء صاحبة الجلالة؟ كلها أسئلة نناقشها الآن في هذه الحلقة مع ضيفينا كل من الكاتب الصحفي الأستاذ محمد منير، وكذلك الكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين عبده. حوارنا يبدأ معكما أستاذي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ محمد منير. هل فعلا نقابة الصحفيين الآن أضعف مما كانت عليه زمن مبارك وفي زمن الرئيس الدكتور محمد مرسي؟ يعني أنا بس عاوز أوضح أن نقابة الصحفيين لا يقاس قوتها أو ضعفها إلا بقوة وضعف جمعيتها العمومية. النقابة هي انعكاس للجمعية العمومية ولإرادة الجمعية العمومية ولطبيعة تكوين الجمعية العمومية، ويجب عندما نسأل هذا السؤال أن نسترجع ما حدث في بنية الجمعية العمومية في ال15 سنة اللي فاتوا من تغيير، حيث أدخل في عضوية نقابة الصحفيين من هم لا يجب أن ينتموا إلى الجماعة الصحفية، فتغيرت بنية الجماعة الصحفية وأصبحت نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية من المنتمين لأهداف معينة أو من الموالين لمصالح النظام التي تتعارض كثيرا مع الجماعة الصحفية. وبالتالي حسبة القوة والضعف هي حسبة نسبية. الآن نقابة الصحفيين بتشكيلها الحالي تولاها على رأسها نقيب زي يحيى قلاش، بتقوم بدورها بقدر الإمكان في محاولة حماية أو فرض مظلة الحماية النقابية. من المسؤول إذن عن هذا التغيير في تركيبة المنتمين لعضوية نقابة الصحفيين أستاذ عز الدين عبده؟ الرحمن الرحيم. يعني هو طبعا يعني أريد بداية أن أعلق على ما قاله الأستاذ محمد منير، أن النقابة هي انعكاس لقرار الجمعية العمومية أو لطبيعة الجمعية العمومية. هذا صحيح، لأن بالفعل هذه التركيبة تغيرت من بعد الثورة تحديدا. كان هناك صراع بين صحفيين وبين الصحفيين كنقابة وبين السلطة بشكل عام، وبدأت السلطة تحاول أن تغل يد النقابة عن كثير من القضايا، قضايا الحريات وقضايا الاعتقالات وقضايا الرأي أيضا، وتفرض عليها ما يشبه الحراسة الشكلية، حراسة على القلم، حراسة على الرأي، حراسة على التعبير في ذلك. ولكن كانت يعني في عهود ما قبل يحيى قلاش والانقلاب كانت تحاول النقابة نوعا ما أن تؤدي دورا وطنيا أو إعلاميا مهنيا قدر المستطاع. ولكن على هذه الفترة أو خلال هذه الفترة كانت هناك محاولات، والمحاولات نجحت بالفعل في أن تقصي الكثير من أصحاب الرسالات، من أصحاب التوجهات السياسية، من أصحاب المنتمين بشكل عام لتيار سياسي أيا كان لونه أو نوعه، واستطاعت أن تستقطب النقابة إلى فريق واحد هو الذي يعمل مع السلطة، كما فعلت تحديدا في الشارع الحزبي. وأصبحت كل الأحزاب التي كنا نظنها معارضة في عهد مرسي وفي عهد
مبارك هي الآن جزء من ركاب النظام يشكل بها يعني قراراته ويعني ما يريد أن يفعله من تصرفات في البلاد، فصارت مسوغا له، يعني يمرر له كل الخطابات وكل القرارات وكل ما يفعله. نعم. أستاذ محمد منير، هل ما يحدث لنقابة الصحفيين، وإذا كان هناك خلل كما أشرت في بنية عضوية النقابة الآن، هل هو مرتبط بمناخ عام يلاحق الصحافة المصرية يتعلق بنمط الملكية، يتعلق بتدخل رأس المال المالك للصحف ووسائل الإعلام في التحرير؟ يعني هل الخلل في النقابة جزء من خلل أكبر؟ يا سيدي أنا بس يعني هجاوب على السؤال ده في إطار ملحوظة على ما قاله زميلي العزيز الأستاذ عز. هو يحاول مثل كثيرين أن تكون نقطة البداية التاريخية دائما هي ما بعد 30 يونيو وما قبل 30 يونيو، ولكن الموضوع ليس ذلك أو ليس كذلك. فالمؤامرة على نقابة الصحفيين وعلى حرية الرأي والتعبير هي مؤامرة قديمة جدا من أيام السادات، وتحديدا عندما حاول أن يعني يخدع الصحفيين بأن تحول تعريف الصحفي من أنه ضمير الأمة إلى أنه سلطة رابعة، وبالتالي بدأت الصحافة تخش شكل تاني من أنها تعبير عن الأمة وتعبير عن الناس. هو يقول الأستاذ عز أن النقابة كانت بتحمي وكان لها دور سياسي قبل هذه الفترة، في الفترة اللي فاتت، لكن هو ما كانش واخد باله أن كان الصحفيين في هذه الفترة أيضا محاصرين، ومنهم من اعتقل ومنهم من عذب. لكن أستاذ محمد منير، يعني بعض الوقائع التاريخية ربما يعني تعضد وتؤكد ما ذهب إليه الأستاذ عز. يعني مثلا معروف أنه في زمن مبارك كان موضوع اعتقال صحفي يحتاج لإذن أحيانا حتى من حسني مبارك شخصيا. معروف كذلك أنه إبراهيم نافع وهو من رجال نظام حسني مبارك تدخل بنفسه في مشكلات أمنية لبعض الصحفيين. يعني واضح أنه كان واضح من السياق التاريخي، أقصد أنه كان الصحفي يحظى بحماية كبيرة قبل 30 يونيو بالفعل. يعني مين اللي قال لك الكلام ده؟ يعني هذه وقائع. أنت تتحدث مع شخص كان يعايش هذه الفترة بدقة. كان لنا زملاء بيختطفوا من الشوارع، بيختطفوا من الشوارع فترة مبارك. كان هناك حراك سياسي في هذا التوقيت عام في المجتمع المصري ومنعكس على نقابة الصحفيين، ده وضع تاني، لأن كان في حالة المد السياسي ساعتها موجودة بقوة، وكان من الطبيعي أن تكون منعكسة على نقابة الصحفيين. هناك أسماء كثيرة خطفت من الشوارع وضربت واتبهدلت وطوردت وفصلت من عملها. يعني فأنا عاوز أقول لك، يعني عشان ما تحاولش المسألة في الآخر نحن بنعمل دعاية لمبارك إن كانوا أكثر ديمقراطية. لا طبعا مستحيل نكون بنعمل دعاية لمبارك، ولكن أليس هناك فارق أستاذ محمد منير؟ يعني أليس هناك فارق أن يكون هناك حالات أمنية في مشاكل أمنية كما حدث بالفعل مثلا مع الأستاذ مجدي أحمد حسين وهو ذاهب للشهادة في قضية المبيدات المسرطنة وتم الاعتداء عليه في شارع بالفعل؟ أليس هناك فارق بين أن يكون هناك حالات على هذا النوع يعني تتكرر كل فين وفين كما يقول المصريون، وبين أن يكون السياق العام والمجرى الرئيسي للتعامل مع الصحفيين هو الاعتقال والبطش والتعذيب، بل واختطاف الصحفيين من مقر نقابتهم؟ يا سيدي يعني ما فيش قياس دقيق نقدر نمسكه، يعني دي احسن ودي افضل ودي أفضل. لكن السياق العام اللي هتتكلم عنه ده مرتبط بالمجتمع. طيب احنا مش مميزين عن المجتمع، الصحفيين مش مميزين عن المجتمع وهم جزء من هذا المجتمع. انظر ما يحدث في المجتمع وانظر ما يحدث في نقابة الصحفيين، هتجد الامور متسقة جدا مع بعض. الانهيار العام في المجتمع هو نفسه بيتوازى مع نسبة الانهيار العام في المجتمع الصحفي. طيب أنا أستأذن حضرتك أن اتسع صدرك وهقول لك معلومات عن حاليا مش هتناقش في التاريخ. هل تعلم أن المجلس الحالي استلم نقابة الصحفيين وهناك كشف بفصل الصحفيين الذين يتعاملون معكم ومع قنوات أخرى مثل الجزيرة ومثل ومثل ومثل، ورفض هذا المجلس أن يخوض في هذا الموضوع. يعني إذن الموضوع حماية بقدر. هو بس أستاذ محمد أنا أود التنويه أو الإشارة لنقطة مهمة. نحن
في هذه الحلقة لا نهدف لمهاجمة المجلس الحالي، نحن نناقش وضع النقابة، وحتى هذه القوائم أعدت في زمن ضياء رشوان، يعني في زمن الانقلاب. لكن اسمح لي أنتقل للأستاذ عز الدين عبده. أستاذ عز الدين، ما يقوله الأستاذ محمد منير يعني له منطق وله وجاهة، أن الخلل في السياقات المتعلقة بنقابة الصحفيين بل وبالحياة الصحفية في مصر عموما يعني ضارب في عقود عديدة سابقة على حتى زمن الانقلاب. هذا صحيح بالفعل يا أستاذ طارق، وأنا بالمناسبة لم أنفي ذلك أو لم أشر لحقبة يعني من الزمن الصالح بيسموها يعني حسبة حقبة مثالية، يعني ليست هناك حقب مثالية مع أي حاكم من الذين سبقوا محمد مرسي تحديدا، ولكن أنا أتحدث عن أن الجمعية العمومية، هذا طبقا للتوصيف الذي قاله الأستاذ محمد منير، الجمعية العمومية كانت تحاول أن تؤدي دورا، كانت تحاول أن تقف في بعض المواقف، يعني كان سلم النقابة حتى بعد الثورة كان سلم النقابة يمثل يعني منبرا مهما لكثير من الذين يعبرون عن رأيهم في القضايا، يرفضون قرارات يعني ظالمة أو يقفون ضد الحاكم، يعني يسجلون مواقف أيا كانت. قضية الغاز بدأت من على سلم نقابة الصحفيين التي حوكم فيها مبارك، وكانت أحد طبعا يعني نعرف أن النهاية كانت يعني نهاية مثالية للغاية، ولكن لابد أن نقول أن كانت هناك محاولات من قبل الجمعية العمومية. لا أتحدث عن المجالس، أنا لا أؤمن بدور المجالس لأنها كانت جميعها ضعيفة ولم تحقق للصحفي ما يريد، لكن الجمعية العمومية كانت تحاول إلى عهد قريب. متى تغيرت البنية بقى كما نقول باللهجة المحلية الديموغرافية أو التركيبة السكانية لنقابة الصحفيين بدأت تتغير من بعد ثورة يونيو. أنا لم أتحدث عن ثورة باسم ثورة يناير، لم أتحدث عن ثورة باسم يونيو. ما في يونيو هو انقلاب وليس ثورة، ولم يحدث التغيير بعدها بل حدث التغيير قبلها، حتى يأتي دور الانقلاب أو وقت الانقلاب يكون للنقابة دور داعم لهذا الانقلاب. هذه التدخلات وهذه المحاولات الحثيثة في تغيير البنية الداخلية للمجتمع الصحفي وللجماعة الصحفية بدأت مبكرا وبدأت منذ فترة طويلة، لكنها بدأت تنجح تحديدا في فترة الاستقطاب الثوري والاستقطاب السياسي من بعد ثورة يناير، ثم توجت بعد ذلك بأن وقفت النقابة إلى جانب الانقلاب جنبا إلى جنب، صمتت كل الأفواه وكل الأقلام يعني أغلقت، ويعني كما نفعل هكذا ونغلق هذا القلم فلا يكتب كلمة في عهد لعل هذه النقطة بالفعل السيسي. تحتاج إلى وقفة أستاذ الجميع وضع فوق فاهمه لصقة وسكت. يعني عندها مع الأستاذ محمد منير. أستاذ محمد منير، ما يطرحه الأستاذ عز الدين عبده يعني يبدو أيضا له منطق يعني وله جذور حتى في السنوات أو العقود القريبة. في زمن مبارك كان سلم النقابة مهد الثورة إنجاز يعني هذا الاختزال أو هذا التعبير. كذلك عندما قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف اتخذ الصحفيون واتخذت النقابة مواقف يعني حاسمة حادة اللهجة. طرد أعضاء النقابة مكرم محمد أحمد من مقرها في جنازة الصحفي أحمد محمود أثناء 18 يوما لثورة يناير. أين ذهب هذا الزمن؟ أين ذهبت هذه المواقف؟ ولدينا بحسب التقارير ما لا يقل عن 18 معتقلا من الصحفيين أعضاء النقابة في سجون السيسي. أوضح، أنا لم أستخدم كلمة ثورة 30 يونيو، أنا قلت 30 يونيو، ما بستخدمش كلمة ثورة ولا أصنفها لا ثورة ولا انقلاب، أنا أصنفها مؤامرة. لكن نعود، سأبدأ بمحاولة اتفاق مع زميلي الأستاذ عز. نعم، ليس هناك دورا للمجالس، الدور دائما للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. إذا هنتفق من هذه النقطة. فإذا كان ما يحدث في نقابة الصحفيين ودور المجلس هو انعكاس للجمعية العمومية، فما يحدث الآن أيضا هو انعكاس لدور الجمعية العمومية. إذا كنت ترصد قبل 30 يونيو حسيني أبو ضيف أو أحمد محمود أثناء الثورة، أحمد محمود والى آخره، أنا معك، وكنا في لحظة ثورة، وكان مكرم أحد ممثلين النظام اللي كان الثورة قايمة ضده، فكان ده حاصل. لكن أيضا من العدل أن أذكرك
أن في هذا التوقيت وبعد 30 يونيو نقابة الصحفيين هي التي قادت حركة الاحتجاج ضد بيع الأراضي المصرية في تيران والصنافير. إذا يعني هذا الدور ممتد بأضعف شوية بأقوى شوية الأحداث، لكن ما يبقاش المسألة عشان ال 18 معتقل دول تم التقصير معهم إذا نقابة الصحفيين ليس لها دور. هو نشوف تم التقصير معهم. طيب هل تهون إذا أستاذ محمد منير؟ يعني أنا أخشى أن يفهم البعض من كلامك أنك تقلل من اعتقال 18 صحفيا بينما العالم كله ممكن تكون في ثورة عشان اعتقال صحفي. نعم أرجوك اسمعني. إطلاقا هم زملائي ويعني أنا أفديهم وأنا أعرفهم كويس ومختلف معهم سياسيا، ولكني ضد اعتقالهم وضد ما يمارس معهم في المعتقلات. ولكن فرق أن تكون ضد هذا وفرق أن تكون ما هي إمكانياتك. جمعية العمال نقابة الصحفيين الأستاذ عز عارف ده كويس، وأعتقد برضه حضرتك عارف ده كويس. الجمعية العمال نسبة كبيرة منها جدا نتيجة الاقتحام اللي حصل فيها في ال10 سنين اللي فاتت يا سيدي ضد الكلام اللي احنا بنقوله، ضد ان انا اتكلم معاك دلوقتي في قناة متكملين. اذا والمجلس بيعبر على كل الصحفيين اللي نسبة كبيرة منهم جدا انا رأيي فيهم سلبي جدا. اذا ده لازم يوضع في الاعتبار. جمعيتك العمومية بقت تركيبتها كده لأسباب تاريخية. اذا الحركة طيب لو كان الامر قاصرا على خلاف سياسي يتعلق او خلاف سياسي مع 18 صحفيا، يعني كان يمكن تفهم السياق الذي يجري فيه، وان كان مرفوضا اعتقال اي مواطن مش بس صحفي. لكن استاذ عز الدين عبده الامر وصل لانه نقيب الصحفيين لا تقدر نقابته على الدفاع عنه امام الحكم القضائي الذي صدر ضده بالسجن وبالغرامه، وكذلك يعني عضوين من اعضاء مجلس نقابه الصحفيين. إلى أي مدى ترى ما ذكره الأستاذ محمد منير يعني مناسبا لسياق الأوضاع النقابة قبل الثورة وبعد الثورة وبعد ما حدث في 30 يونيو؟ نعم، الحقيقة طبعا يعني أنا أتفق في شق كبير جدا مع أستاذنا الكبير أستاذ محمد منير، ولكن أنا أرى أن ما يحدث الآن في النقابة ومن النقابة ومن هذا الدور المهترئ جدا للنقابة وما حدث مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش هو وصمة في جبين النقابة وفي جبين كل الصحفيين. وإن كنت أنا أحد الذين يرفضون وجود يحيى قلاش على كرسي النقابة، لكن أيضا أعتبر ما حدث معه يعني يمسني بالدرجة الأولى لأنني صحفي، ولا أقبل إطلاقا أن يمس نقيبي، وهو لا يمثلني صحيح، ولكن على الأقل هو نقيب الصحفيين. هو يمثل بعض الزملاء، يمثل بعض التيارات التي وقفت معه، بعض الفئات التي يعني ساعدته في الوصول إلى الحكم، يمثل الصحفيين الذين ينتمون إلى النظام، ولكن في النهاية كلنا جماعة صحفية. وبالتالي الإهانة التي تحدث اليوم مع هذا الرجل سوف تحدث غدا مع الرجل الذي يمثل الجماعة الصحفية الحقيقية، سوف تحدث مع الرجل الذي سيأتي منتخبا من جمعية فيها كل التيارات وليس تيار واحد يقف مع النظام ويقف مع الانقلاب ويدعم كل قراراته، أو يصمت على الخيانة العظمى التي تتم الآن والعمالة للخارج والإسرائيل التي تتم الآن وتقسم فيها البلاد ولا ينطق حرف واحد. وكانوا هؤلاء يسنون أسنانهم ويسنون أقلامهم على محمد مرسي لمجرد إعلان دستوري يحاول فيه أن يضبط الأمور في البلاد. مع شديد الأسف ما يحدث اليوم هو يؤلمني ليس من أجل يحيى قلاش ولكن من أجل النقابة، يؤلمني من أجل نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية التي أنتمي إليها، والتي يوما ما أريد أن ينصلح الحال فيها فيمثلها نقيب على ذكر انصلاح الحال أستاذ نقيب يمثل الجماعة الصحفية ومطالبها. نعم، على ذكر انصلاح الحال فيما يتعلق بالنقابة وأداء النقابة وأداء الجماعة الصحفية، أود أن أنتقل معكما ضيفي الكريمين إلى ملف يتعلق بتقاليد المهنة بلغة المهنة. يعني نسمع ونقرأ نقرأ في الصحف المصرية منذ 30 من يونيو أحكاما بالإدانة الصريحة القاطعة، يتم تصنيف هذا إرهابي، يتم حتى تلفيق أحيانا أقاويل واعترافات، ولدرجة أنه وصل الأمر في يوم من الأيام أنه إحدى الصحف الكبرى في مصر تنشر خبرا القبض على مواطن بحوزته لابتوب، وكأن اللابتوب يعني صار تهمة في حد ذاته. ما تقييمك للغة المهنية والأداء المهني للصحافة المصرية الآن؟
الأداء الآن يا سيدي الفاضل هو نشر عسكرية، هو لم يعد هناك صحافة بالمعنى. الصحافة ضاعت في غياب في غياهب هذه الحالة التي فرضت على المهنة وفرضها عليها مع شديد الأسف من كانوا يوما ما يقومون على شأن المهنة. تحولت الصحف إلى نشرات عسكرية تنشر البيانات وتنشر ما يمليه عباس كامل على الصحفيين وعلى الإعلاميين. أصبحت التهمة الأولى يعني باتجاه أي بني آدم أو أي إنسان يرفض حكم العسكر أو يرفض الانقلاب أو حتى لا يتعاون مع الانقلاب صار إرهابيا، وأصبح من السهل على أي صحفي أن يصيغ كلمة إرهابي. أنا نفسي صيغت عني كلمة إرهابي حين فكرت يوما وكتبت أنني أشتاق إلى العودة إلى مصر، وهذا كانت مجرد خاطرة أخذها إعلام النقاب وعلّ فيها وكتب عنا أن يعني هناك إعلام إرهابي ينتمي إلى جماعة إرهابية يريد ما يعني كلمة إرهاب حتى في حق الزملاء صارت سهلة للغاية. في مصر سموه إرهابيا وهناك من قالوا عنه إرهابيا مع شديد الأسف. أستاذ محمد منير، أين النقابة من هذه التقاليد المهنية التي تنتهك يعني حتى الحق القانوني للمواطنين؟ عندما يصنف مواطن بدون دليل يصنف إرهابيا، عندما تلفق اتهامات، عندما تنسب اعترافات لمتهمين بحكم القضاء، لا يجوز أبدا نشر هذه المنشطات والعناوين والاعترافات على ألسنتهم. يعني أين النقابة من هذا الأمر؟ يبدو أننا فقدنا التواصل عبر سكايب مع الأستاذ محمد منير، ولذلك أعود إليك أستاذ عز الدين عبده. أستاذ عز الدين عبده، بتقديرك كيف يمكن حسم هذه الإشكالات وحل يعني هذه الأوضاع؟ واضح أن الخلل فيما يتعلق ببنية النقابة وبسطوة النقابة ويعني ضبطها للأداء الصحفي خلل تم على مدار سنوات. كيف يمكن حل هذا الخلل؟ وعاد إلينا الأستاذ محمد منير، لذا عفوا أستاذ عز، عاد إلينا الأستاذ محمد منير، ولأن وقت الحلقة شارف على الانتهاء فأنا أطرح عليه هذا السؤال: أين النقابة أستاذ محمد منير من تردي اللغة المهنية والتقاليد المهنية في الصحافة المصرية؟ النقابة طبعا بالطبع في المطلق يجب أن يكون لها دور في ضبط اللغة المهنية وفي ضبط أداء المهنة، ولكن النقابة الآن واقعة تحت الضغوط السياسية المفروضة عليها. يعني هقول لحضرتك بس عشان المسألة، أنا تعلمت بالمنهج اليساري اللي اتربيت عليه إن أنا أتعامل مع الإحداثيات اللي موجودة. يعني أنا لما أختار من يمثلني أختاره من ضمن الأدوات اللي موجودة، مش من ضمن اللي موجودة في خيالي. يعني فمن هو الافضل في ضمن اللي موجودين. نعم أستاذ محمد منير، نظرا لضيق الوقت اتمنى ان تجمل كلامك يعني في ثوان معدوده لو تكرمت. افندم، نظرا لضيق الوقت اتمنى ان تجمل كلامك في ثوان معدوده. كلامي بالتحديد ان نقابه الصحفيين تقوم، او مجلس نقابه الصحفيين يقوم بدوره في اطار المتاح الان وفي اطار قوه الجمعيه العموميه. فإذا كانت الجمعية العمومية هي التي تقود المجلس وليس المجلس هو الذي يقودها، فإذا كنا نريد أن نحتاج أو أن نعبر فعلينا أن نحشد الجمعية العمومية لا أن شكرا جزيلا لضيفي الكريمين في هذه الحلقة. عبر سكايب كان معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد منير، وعبر الأقمار الصناعية كان معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين عبده. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وبحول الله تعالى نلتقي الأسبوع المقبل مع حلقات أخرى من طبعة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.